السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، هي كفتة بالبصل المكرمل. هيكون كده فيها صوص من البصل اللي احنا هنكرمله. تقدري ان انت برضو تحطي طحينة عليها، مفيش اي مشكلة. خطواتها سهلة وبسيطة جدا. ومن نص كيلو من اللحمة المفرومة زي ما انتم شايفين كده هنكتره برغيفين من العيش البلدي. اي رغيفين عندك كده من العيش البلدي، او حتى فينو لو ما عندكيش عيش بلدي مثلا بايت. لو عندك فينو بايت ومش عارفه تعملي بيه ايه، تقدري ان انت برضو تستخدميه في الوصفه دي. الاول زي ما اتعودنا نصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. اللي لسه ما دعمنيش باشتراكه في القناه يروح يدعمني باشتراك ولايك للفيديو، ومستنيه ان شاء الله كومنتاتكم على الوصفه الهائله دي لو عجبتكم. وكمان فعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا الاقتصاديه. انا مكوناتي هنا سهله وبسيطه جدا. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، عندي بصل انا مقطعاه كده حلقات زي ما انتم شايفين، يعني حوالي 3 بصلات كبار بالمنظر اللي انتم شايفينه ده علشان الصوص لما هكرمل البصل. وعندي بصلتين انا لسه ما قطعتهمش، البصلتين دول انا هحتاجهم في الفرن بالحجم اللي انتم شايفينه ده. وعندي شويه من البقدونس، وعندي رغيفين عيش وبيكنج باودر وتوابل. طيب انا عندي الكبه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين، ولو عندكم الكبه الكبيره طبعا هتكون احسن بكتير وهتنجز معاكي اكتر. هبتدي ان انا احط عندي هنا البصلتين. قطعت البصل كده زي ما انتم شايفين يعني حتت صغيره. وهبتدي ان انا اقطع عليه برضو رغيفين العيش البلدي. اي رغيفين عيش عندك بايتين، لو ما عندكيش عيش تقدري ان انت تستخدمي فينو بايت. نبتدي كده نقطعهم. قطعت العيش بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهقطع كده كل الكميه بالمنظر ده. لكن انا عندي الكبه صغيره فمش تقدر تشيل معايا الكميه كلها. لو انت عندك الكبه الكبيره هتنجز معاكي اكتر واكتر. هبتدي ان انا افرمهم كده، وابتدي بقى احط بقيه المقادير، اللحمه البقدونس اللي عندي مع العيش والبصل، واكمل لحد ما يبقى عندي عجينه كده من الكفته. فرمتها كده يا جماعه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله ان نص كيلو رم معايا كتير قوي. بصوا ما شاء الله، شايفين الجمال؟ طيب انا اعمل ايه بقى؟ انا عندي البصل اللي انا مقطعاه حلقات كده. ابتدي بقى ان انا اجيب طاسه، احط فيها معلقه سمنه، او حتى لو عايزه ان انت تخلي كده الوصفه دي فيها دهن كده، او يعني تقيله، ممكن انت تحطي فيها معلقه من الدهن. جبت كده معلقه من السمنه على معلقه كده من الدهن، علشان يخلي بقى ريحه الكفته عندي كده، ويخلي كده الكفته حلوه معايا. بما اني حاطه لها طبعا عيش، فانا مش هخلي اصلا العيش لا يبين لا في طعم ولا في ريحه ولا في شكل ولا في اي حاجه. ابتدي بقى ان انا انزل حلقات البصل. بسم الله. والبصل ده يا جماعه انا عايزاه، بس مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه يدبل معايا كده ويكرمل علشان يطلع لي صوص حلو. اسيبه بقى على النار متوسطه مع التقليب طبعا كل شويه. وارجع بقى للكفته بتاعتي احط فيها التوابل والبيكنج باودر. يجي بقى الكفته بتاعتي احط عليها معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، معلقه صغيره على النص كيلو. احط عليها شويه كده من الفلفل الاسمر، حوالي نص معلقه صغيره. احط عليها ملح، احط كده معلقه صغيره كده من الملح بس كفايه. احط رشه من القرفه، واحط بقى السبع بهارات. حطيت كده السبع بهارات. ابتدي احط يعني سنة شطة، واحط كمان بصل بودر وتوم بودر. حطيت كده كل التوابل عندي. يبقى حطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر على نص كيلو اللحمه. حطيت توابل مشكله اللي هي السبع بهارات، شطه حمراء، فلفل اسمر، ملح، كاري. حطيت برضو بصل بودر وتوم بودر. وهقلب بقى الكلام ده كله كويس. وبرضو نشوف البصل يا جمال البصل بقى وهو كده بيتكرمل، يعني عايزه اقول لكم ريحته جميله. علشان برضو معلقه الدهن اللي احنا حطيناها مع السمنه فرقت يا جماعه. ابتدي ان انا احط كده عليه معلقه صغيره من الملح، وهحط كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. هقلب كده تقلبتين واقفل عليه مره تانية. وزي ما انتم شايفين كده انا خلاص بعد ما قلبت التوابل كلها والبيكنج باودر في اللحمه، ابتدي بقى ان انا اصبعها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده.
بصوا كده المنظر ده. وابتدي ان انا احطها بقى عندي هنا كده في طبق، اشكل برضو تاني الحجم اللي انت عايزاه. هي عموما كده كده احتمال ان هي تكش طبعا، فبرضو نراعي النقطة دي في التشكيل. صبع بقى كل الكمية اللي عندي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. براعي حتة ان اللي هي كفتة هتكش، فعلشان كده انا بطول الحجم شوية. تقدري ان انت تعملي برضو كور لو انت عايزة كده، اعمله معاكم بالمنظر ده. انت براحتك خالص، التشكيل ده براحتك انت. هعمله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده حجم الكفتايه، بصوا. وارص عندي بقى هنا كده في الطبق. انا كده مشغله على البصل بيتكرمل معايا لحد ما اعمل كل كميه الكفته اللي عندي. اكمل بقى كميه الكفته اللي عندي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا النص كيلو من اللحمه المفرومه بسم الله ما شاء الله عمل معايا الكميه الكبيره دي. بصوا كده انا عامله صفين تقريبا. بصوا كده، بصوا دي صفين بسم الله ما شاء الله عمل معاك كميه كبيره. وحجم الصباع كمان طويل ازاي، وكمان يعني حجمه حلو جدا مش صغير ما شاء الله. الكميه حلوه. طيب هبتدي بقى ان انا كده احط شويه ميه على البصل المكرمل. زي ما انتم كده يا جماعه شايفين البصل مكرمل وشكله تحفه. ابتدي بقى انزل عليه كده بسم الله بشويه ميه صغيرين، يعني حوالي نص كوبايه. هقلب بقى كويس حوالي نص كوبايه، زود شويه كمان. وابتدي بقى انزل الكفته بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى كده الكفته زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده بسم الله. كل الكميه اللي انا عاملاها، وابتدي بقى كده اغطي عليها مره تانية علشان تستوي. وزي ما انتم كده يا جماعه شايفين الجمال ده. بصوا استوت عندي والبصل اللي عليها كده مكرمل وتحفه. هبتدي بقى ان انا اجيب كده فحمه احطها على النار، اوسع كده في النص واجيب طبق. اجيب كده فحمه حطيتها في النص بسم الله. احط عليها كده شويه من الزيت. شايفين البخار بقى ده، نقفل عليه كده علشان تكون الكفته اللي عندي بالفحم. يعني هتدوقوا حاجه خطيره يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، شايفين الجمال ولا باين فيها ان هي معموله بالعيش. وبصوا ما شاء الله الكميه طالعه معايا كتير. بصوا كده بسم الله ما شاء الله الكميه كتيره جدا ومش باين ان هي من العيش. وكمان اللي يشوفها يقول ما شاء الله يعني كيلو كفته او كيلو لحمه مفرومه مش نص كيلو. يعني ما شاء الله الكميه تقضي اسره. عملت كده جنبيها طحينه، وطبعا لازم بقى جرجير وشويه خضره. وتعالوا كده بقى نجرب لو عملناها سندوتش هتكون شكلها عامل ازاي. هجيب عندي بقى كده عيش، هاخد كده شويه من الطحينه انزل كده بيهم في السندوتش. احلى سندوتش ده يا جماعه يتاكل. بصوا كده زي ما انتم شايفين. بصوا اصلا الكفته طالعه معايا. بصوا البصل مكرمل ازاي، شايفين الجمال. حط كده يعني اصلا فيها صوص، الكفته فيها صوص من البصل. بصوا كده مكرمل تحفه يا جماعه. نحط بقى كده شويه فلافل خضره. بصوا كده الجمال ده. وفي الاخر بقى نقوم ايه حاطين كده شوية حركات. زي ما انتم شايفين كده الساندوتش بقى شكله يعني تحفة. بصوا كده بألف هنا يا رب على قلوبكم. نحط بقى كده على الطبق بتاعنا الجميل ده. نبتدي نعمل كده واحد تاني. نحط كده شوية طحينة، حاجة بسيطة، ساندوتش كده من تحت عشان يدي طعم. ونبتدي ان احنا ناخد كده كفتة من اللي فيها بصل مكرمل. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال. هاخد كده واحدة تانية
بصوا كده يا جماعه. وابتدي ان انا احط بقى عليه كده شويه من الخضره زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا احط طحينه مره تانية. ده احلى سندوتش اطفالك واسرتك كلها ممكن تاكلوا من نص كيلو من اللحمه المفرومه. قدرنا نعمل كفته، وعايزه اقول لكم الريحه بقى علشان الفحمه اللي احنا حطيناها يعني عملت ريحه تحفه يا جماعه. بألف هنا يا رب على قلوبكم ان شاء الله. وصفة الكفتة دي تعجبكم، وما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة ولايك للفيديو، ومستنية ان شاء الله كومنتاتكم على الوصفة لو جربتوها او لو عجبتكم. مع السلامة، اشوفكم فيديو جديد وصفات تانية جديدة. مع السلامة.